حبيبي ما يتصل بجميل بقى. يتصل بجميل. هو هيرد. الو، صباح الخير يا استاذ جميل. وحضرتك كمان والله ليك وحشه. عمرينو جميل مطلع عيني الحمد لله. حضرتك عايز مغات؟ خلصت والله يا استاذ جميل، انا اسفه بس هبعت اجيب لك من عينيا الاتنين. حاضر. بص يا استاذ جميل، هو انا بعت لحضرتك المقال، تعرف بقى ايدي بتاكلني مش قادره اقعد من غير شغل، بعتهولك على الميل. نسيت انك مالكش في الميل ولا طيب. خلاص انا هقول لكاميليا هبعتهولها وهي توصله لحضرتك. ماشي يا استاذ جميل، ماشي متشكره قوي. طيب لو ما نفعش في يعني العدد ده نخليه للعدد اللي بعده، وانا ان شاء الله كل اسبوع هكتب لك مقال جديد. اوكي يا استاذ جميل، سلامي لكل الزملاء. لا خلاص والله هبعت لك المغات. حاضر من عينيا، مع السلامه. ايه التفاصيل دي؟ وبعدين المغات دي اللي بيرضعوا. هل يدرك الرجل كم المعاناه والجهد الذي تبذله زوجته وهي تحمل ابناءه في بطونها؟ لا بطون ايه التي، لا ثانيه صلح دي. وهي تحمل ابناءه في احشائها. احلى اقوى صح؟ في بطونها. وهي تحمل أبناء في أحشائها 9 أشهر والرضاعة عامين. هل يظن الرجل أن إجازة الوضع استراحة ما أو رحلة ترفيهية، أم أنها وضعت من قبل إناسا يقدرون معنى أن تكون امرأة تحمل وتنجب أطفالا؟ يجب على الرجل أن يتحمل المسؤولية أكثر خلال تلك الفترة الصعبة على زوجته. يرددون أن الرجال قوامون على النساء. نعم، الرجال قوامون على النساء، ولكنهم هل يعرفون معنى القوامة؟ يعني ايه قوامة يا مامي؟ قوامة يا حبيبتي يعني الراجل ياخد باله من الست. يعني بابي قوام؟ لا يا حبيبتي، أبوكي نوام. طب مش هتخليني اكتب معاكي بقى؟ يا اختي اكتبي الهوم ورك الأول، خلصي اللي وراكي لأن ده شغلك. طب أنا عايزة أساعدك. ساعديني في شغل البيت، شيلي عني عمر شوية وأنا أبقى أساعدك في المذاكرة. يا مامي أنا زهقت من المذاكرة، أنا عايزة أتعلم صحافة. حبيبتي قلب أمك، الجينات ابتدت تشد. أنا عايزاكي تطلعي لأمك، ها؟ تاخدي جينات الصحافة بتاعت أمك مش بتاعت أبوكي. حاضر. كماليا، يارا، ميدو، راحوا فين دول؟ الله، يا كماليا! ليلى 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 يا ليلى 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 يا ليلى. ولا دخلت سويت ساري عربي ولا ايه؟ كماليا! وشاروخان عامل ايه دلوقتي؟ كماليا! أنا جيت ياللي اتغشيت وعليك خشيت فايزة ومنصورة. ما هو أصل قليل الأصل يسيب الأصل وياخد الصورة. أنا جيت ياللي اتغشيت وعليك خشيت فايزة ومنصورة. ايه ده؟ ايه يا حسين؟ ايه الريحة دي؟ أنا دخلت الحجز تاني ولا ايه؟ حاجة ايه يا حسين؟ ده انا حاطه لك ازازتين برفان يا حسين. برفان ايه ده؟ ده برفان ايه؟ برفان جديد اسمه سوبر سكسي. اسمه ايه؟ سوبر سكسي. لا تاني بقى. سوبر سكسي. أنا عايز سوبر كرانشي، سوبر سوبريم، سوبر طشة بالخل والثوم والفتة والتقلية، وهيبقى سكسي برضه بالنسبة لي. فتة وتقليد ايه يا حسين؟
حسين حرام عليك يا حسين، ده انا عايزه ادلعك النهارده يا حسين. سنة يا سنسن جيت لك. لو عايزه تدلعيني رش على نفسك طشه ملوخيه كده هتدلعيني اكتر على فكره. وطبعا مع الكوكتيل اللي انت عاملاه لي ده مش عامله لنا غدا. النهارده هناكل دليفري، النهارده الخميس يا حسين. ايه علاقه الخميس بالدليفري؟ ايه يعني فيها ايه؟ وهو يعني الحاجات بتاعت الخميس ما ينفعش تتعمل ويتعمل برضو جنبها الغدا؟ ما تخافش يا روحي، ما تخافش يا قلبي، بطنك دي لو ما شبعتش يا حسين ده انا اعمل لك لحم بانيه. لحم بانيه. ما تنسيش بقى تعملي جنبه شويه مكرونه. مكرونه؟ ومش عايز احلي يا حسين؟ دي فكره حلوه نحلي. طالما هتعملي لحمك بانيه يبقى اعملي شعرك ده صينيه كنافه بالقشطه. روح منك لله يا حسين، الهي ترفع وتبقى قد عمود النور يا حسين يا ابن تماضر. اما اروح الم شعري. يما ايه يا علوة؟ عمر عامل ايه دلوقتي؟ الحمد لله ما بينيبش حد خالص. والنبي يا علي لما تيجي المرة الجاية هاته معاك علشان عايز العب بيه شوية. تلعب بابني؟ انت فاكره دبدوب يالا؟ انا بحب الاطفال قوي يا علي. طب طالما بتحب الاطفال ما فرحتناش بعيالك واتجوزت ميسون ليه؟ ليه يا علي الشيرة دي يا علي؟ انا لو اتجوزت ميسون مش هخلف عيال، هخلف سلاحف. صحيح، والبلد مش ناقصه سلاحف. بس جميل يعني ما زعلش منك، ما عملكش حاجه؟ يزعل ازاي؟ ده انا المفروض اللي ازعل، كان هيورطني في اخته. بس ده كان هيروقك في الشغل يعني. انا مش عايز اتروق ولا بص يا علي، مش هصوم اصوم وافطر على ميسوم. انت فاكر نفسك ايه يالا؟ انت فاكر نفسك توم كروز؟ اصل انت مش عارف حاجه، ده انا الموزس بتموت فيا موت. واضح. اللي اقولها سامح، انا حاسس وانا داخل كده بنظرات غريبه من الناس وعمالين بيضحكوا عليا. هو في ايه؟ اقول لك، اصل جميل قال لهم ان انت طلبت اجازه وضع وطالب ساعه رضاعه وبتعمل شغل البيت. انا طالب اجازه وضع وساعه رضع فيها؟ هو قال لهم كده؟ عادي يا علي، عشت يا وحش. عشت يا وحش ايه ونيله ايه؟ بقى جميل مطلعني بيبي سيتر. طب والله العظيم لا انا موري. شفتي يا رجاء؟ شفتي؟ علي سابني انا والعيال وما صحاش حد ونزل على الشغل من بدري، لا سلام ولا كلام. طب انت يعني زعلانه في حاجه؟ ازعله في ايه وانا فيا حيل بس ازعله؟ هو مش حاسس بيا خالص، مش بيشاركني في اي حاجه ولا حاسس ان عمر ما بينيمنيش. طب قولي لي بس انا ممكن اساعدك بايه؟ ما اتحرمش منك يا جوجو، بس انا محتاجه مشاركته. سلبيته دي تعبتني وتعبت البيت كله. احنا نحمل ونخلف ونتعب وهم ياخدوا لقب بابا على الجاهز. ممكن تشيل البتاعه دي لان انا تعباني قوي حكايه عينك اللي عامله كده دي حاضر. ما انت عارفه يوم ما ابنك يسقط يقول لك ابنك شايفه تربيتك، ويوم ما ينجح يقول لك طبعا جيناتي طالع لابوه. ابوه على ابو جيناته. ايه اللي انت عملته ده جميل؟ انت قلت للناس عليا ايه؟ أنا ما قلتش حاجة يا علي، مراتك هي اللي فضحتك، هي اللي بتطالب بمساواة الراجل بالمرأة خاصة في أجازة الوضع. يا سلام، انت عايز تفهمني ان انجي وهي مشغوله بالبيبي في البيت بتشتغل وبتكتب مقالات؟ يا سلام، وإيه الغريب في كده؟ ما معروف إن إنجي طول عمرها شعلة نشاط وتقدر تشتغل وهي في البيت. تشتغل ايه؟ تشتغلك طبعا. انجي يا بابا مريحه اليومين دول خالص. لعلمك بقى يا علي، كل زمايلك في الجورنال فاهمين إن أنت اللي قاعد في البيت بالبيبي وإنجي هي اللي بتشتغل. طبعا، وبرضعه كمان. بترضعه ازاي يا علي ها؟ برضعه طبيعي يا جميل، برضعه طبيعي. هكون برضعه ازاي؟ انت دماغك راحت فين؟ لا 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 لا، ده دماغي ما راحتش ولا حاجة، أنا بس كنت بتأكد يعني. يا سلام، وانا بعرف اغير كفوله حتى؟